انتقال مذهل. حمزة إيجامان يودع رينجرز وينضم إلى ليل بعقد طويل الأمد. أعلن ليل الفرنسي اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم المغربي حمزة إيجامان قادما من رينجرز الاسكتلندي. وأشار رينجرز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن إيجامان انتقل إلى ليل لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. كما قدم النادي الفرنسي مهاجمه المغربي الجديد، وظهر اللاعب في مقطع فيديو يرتدي في نهايته القميص رقم 29. ووقع حمزة إيجامان البالغ من العمر 22 عاماً على عقد لمدة 5 مواسم ينتهي في صيف 2030. وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت خزينة ليل مبلغاً يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو شاملة الحوافز المالية الإضافية. ولفتت صحيفة ليكيب إلى أن إيجامان كان مرتبطاً بتعاقد مع ناديه الاسكتلندي حتى صيف 2029، علماً بأنه سجل 16 هدفاً مع 3 تمريرات حاسمة في 46 مباراة مع فريقه بالموسم الماضي. وذكرت أن رينجرز تعاقد مع إيجامان في صيف 2024 قادماً من الجيش الملكي المغربي مقابل 2.4 مليون يورو لينتقل إلى ليل بما يقارب 5 أضعاف ثمنه خلال موسم واحد.